السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معاذ من قناة ميزو تي في، واخيرا رجعنا لفيديوهات اليوتيوب. طبعا انا عارف ان انا بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، وحتى الفيديوهات اللي اخر فترة كنت بنزلها كنت بصورها للتيك توك وكنت بنزلها على اليوتيوب. فرجعنا تاني، وان شاء الله هيكون في كل اسبوع فيديو او فيديوهين. ممكن يكون الفيديو ده هينزل يوم الاثنين او يوم الاربع، هم دول اليومين اللي انا فاضي فيهم، عشان انتوا اكيد عارفين ان المدرسة بدأت والدروس وكده. فان شاء الله هيكون في كل اسبوع فيديو. فاعمل اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس عشان اول ما يوصل الفيديو يظهر لك اشعار على طول. ويعني انزل اعمل لايك كده حاجه بسرعه، اعمل اللايك عشان نوصل للناس اكتر، ونوصل ان شاء الله ل 500 مشترك قبل نهايه الموسم او قبل نهايه السنه، يعني 2023. واكيد احنا نقدر نعمل الرقم ده. والنهارده هنتكلم عن الدوري الانجليزي والسبت الممتاز. هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن التوب 6 في الدوري الانجليزي، وهنحلل كل ماتشاتهم. فاعمل اللايك والسبسكرايب زي ما انا قلت لك، وخلونا من غير كلام كتير نخش على الفيديو. وطبعا مش محتاجه اقول لك قبل ما نبدا نتكلم عن اي مباراه ان انت تروح تشوف حاجه تاكلها او تشربها وانت بتتفرج على الفيديو، وان شاء الله هيكون فيديو ممتع جدا. وخلونا نبدا باول مباراه معانا، وهي مباراه ليفربول وبرايتون، واللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 ما بين اتنين مديرين فنيين عندهم يعني فنيا الاتنين اقوياء جدا. ديزيربي مع برايتون معاه سكواد قوي ومعاه سكواد ديبس، واي لعيب بيتصاب بيكون فيه لعيب ممتاز برضو يقدر ان هو ينزل مكانه. ميتوما وانسو فاتي وسوليمارش وباسكال جروس، ومعاهم ويلبيك وفيركسون وستوبينيان، معاهم فرقه قويه. والناحيه التانية ليفربول اللي عزز نص ملعبه، ولكن برضو ستظل في مشكله في اللاعب رقم 6، واللي كلوب بيلعب بالرقم 6 هو اليكس ماكاليستر، واللي برضو عامل مشاكل في مركز 6 ده. ولو جينا نتكلم عن المباراه، فهدف برايتون الاول هو غلطه من ماكاليستر. فان دايك عمل له باصه بطبيعه حال ماكاليستر مش عارف طبيعه المركز ده ايه، فما قبل ما الكره تجيله ما كانش عامل سكان عشان اول ما الكره تجيله يعمل الباصه على طول. فاتاخر في الباصه والكره اتقطعت منه، وقدر برايتون ان هو يسجل الهدف الاول. ويعني مش غلطه ماكاليستر خالص، غلطه فان دايك. يعني ماكاليستر بما ان هو مش لاعب رقم 6 فمش عارف يعني في الموقف ده يعمل ايه. ولكن بعد كده ليفربول قدر ان هو يعمل كامباك على الضيق كده ويسجل هدفين عن طريق محمد صلاح من ركله جزاء، وبرده الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح. ومباراة 2-1 تمام، ولكن بفاول مش فاول زي ما ديزيربي طلع قال بعد المباراة. يعني فاول حصل كده في نص ملعب ليفربول، وديزيربي قال ان هو مش فاول اصلا، ولكن اتحسب الفاول وقدر برايتون ان هو يسجل هدف التعادل. واصبحت النتيجة 2-2 وانتهت المباراة بالنتيجة دي. مباراة كانت قوية، والاثنين مديرين فنيين زي ما انا قلت لكم عندهم قدرات فنية كبيرة جدا. ولكن برايتون بقى في المركز السادس وليفربول بقى في المركز الرابع، بعد شوية عن توتنهام وارسنال. ولكن هنتكلم بعد كده عن جدول الترتيب في اخر الفيديو، برضه هنتكلم عن توتنهام وارسنال، وهنتكلم عن النقطة دي بالتحديد في اخر الفيديو. نروح للمباراة اللي بعد كده معانا، وهي مباراة تشيلسي وبيرنلي، واللي اخيرا فريقي وهو تشيلسي قدر ان هو يكسب 3 مباريات ورا بعض قدام بيرنلي. بنقدر ان احنا نكسب بنتيجة 4-1. اخيرا بنقدر ان احنا نسجل اهداف، ومشكلة الكلين شيت لسه موجودة، ولكن اهم حاجة ان انت بتخرج بال3 نقط، ويعني هتصعد شوية في المراكز. برضو احنا لسه في المركز ال11، ولكن لو مشينا على نفس النسق ده اظن ان احنا هنقدر نصعد على الاقل في المركز السابع او الثامن. فيعني لو مشينا على نفس خطى المباريات دي فان شاء الله هنقدر ان احنا يعني نتقدم في جدول الترتيب. ولكن نتكلم عن المباراة 4-1. كول بارمر بدأ ان هو يشتغل بعد ما جبناه من مانشستر سيتي، وستيرلينج سجل هدفين، ولكن الهدف الاول اتحسب هدف ذاتي للاعب امين الدخيل، هو اللي يعني اتحسب له هدف ذاتي، ولكن ستيرلينج هو اللي كان سجل الهدف او هو اللي كان شاط الكوره. ونيكولاس جاكسون بعد ما قعد فتره بيضيع فرص يعني من جون، يعني هو بياخد الكرة من الجون كده وهي داخله يروح مطلعها، ولكن برضو قدر ان هو يسجل هدف. واخيرا بدأت العجلة ان هي تشتغل، والماتش اللي فات مدرك قدر ان هو يسجل هدف. فالدنيا بدأت تمشي شوية، تشيلويل ما بقاش يلعب، ويعني بنلعب بطريقة 3-5-2. وكان في تغييرات حصلت من بداية الموسم كنا بنلعب بطريقة، وبعدين الطريقة دي اتغيرت. ولكن اظن ان احنا بالطريقة دي بوجود ديساسي وتياجو سيلفا وكولويل وجوستو، اظن ان احنا احسن بالطريقة دي. ولسه لما ريس جيمس كمان يرجع الخطه دي او التشكيله دي هتتطور برجوع ريس جيمس. فاظن ان تشيلسي لحد دلوقتي كده ماشيين تمام. والمباريات اللي جايه يعني عندنا مباريات صعبه، عندك بعد التوقف الدوري ارسنال، فلازم ان انت تظبط نفسك شويه في التوقف الدوري ده، على الاقل تطلع بالتعادل امام ارسنال.
نروح للمباراة اللي بعد كده، وهي مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد، واللي انتهت بنتيجة 2-1 ليونايتد بعد سلسلة من الهزايم كتيرة جدا لمانشستر يونايتد، ولكن قدر ان هو يرجع. وكانت المباراة رايحة في خسارة لمانشستر يونايتد، ولكن قدر ان هو في اخر الدقايق يسجل هدفين. بهدف اول لبرنتفورد قدروا ان هم يعني يناموا عليه طول المباراة، ولكن في الدقيقة 93 والدقيقة 97 قدر سكوت ماكتوميناي بعد ما نزل من الدكة ان هو يسجل الهدفين، ويطلع بثلاث نقط مهمين جدا جدا لتنهاج ولمانشستر يونايتد في يعني مباريات الدوري الانجليزي. تنهاج بعد ما خسر من جالاتا سراي، وكان قبلها خسر من كريستال بالاس، وقبلها من بايرن ميونخ. كان في سلسله هزايم كبيره جدا لتنهاج والمانشستر يونايتد. والمباراه دي اظن ان هي لو كانت انتهت 1-0 كان ممكن يبقى في كلام على تنهاج، ولكن ماكتوميناي قدر ان هو يخرجه من المأزق ده ويفوز بنتيجه 2-1. وبرده التوقف الدوري ده هيكون مفيد لمانشستر يونايتد عشان بقى يقدر ان هو يعني يعمل احلال وتجديد كده للفرقه، يشوف اللعيبه الاساسيه واللعيبه الاحتياطيه. اللعيبه المصابه زي ريجيليون ولوك شو الاثنين ناحيه الشمال، الاثنين مصابين، وبقى بيلعب بسفيان مرابط ناحيه الشمال، وبيلعب بكازيميرو في نص الملعب. وبالمناسبه كازيميرو عامل مباريات سيئه، ولكن اظن بعد التوقف الدوري ده هيقدر تنهاج ان هو يراجع حساباته ويرجع مانشستر يونايتد اقوى بعد التوقف الدوري. نخش بقى على المباراة رقم 4 اللي معانا النهاردة، وهي مباراة لوتن تاون وتوتنهام، واللي انتهت بنتيجة 1-0 لتوتنهام. ولو جينا نتكلم عن توتنهام شوية، فتوتنهام هو أكتر فريق في البريمير ليج لحد دلوقتي. أنا بستمتع وأنا بتفرج عليه مع المدرب أنجي بوستيكوغلو اللي ما كانش حد يعرفه، ولكن هو عامل أداء قوي جدا مع توتنهام، وقدر إن هو يفوز في المباراة اللي قبل لوتن تاون على ليفربول بنتيجة 2-1. وبغض النظر عن الأخطاء التحكيمية اللي حصلت، ولكن هو عامل أداء قوي مع توتنهام، وقدر ان هو يفوز على واحده من التوب 6 وتعادل مع ارسنال. فهو عامل ارقام كويسه وعامل برضو اداء كويس. قدر ان هو يفوز على لوتن تاون في ملعب لوتن تاون، وكلنا عارفين ان الملعب ضيق ورخم، ولكن برضو توتنهام كانوا مضيعين فرص كتيره في الماتش ده. بيلعب بفيكاريو روميرو فاندنفين واودوجي وبيدرو بورو، بيلعب في نص الملعب ببيسوما اللي اتطرد في المباراه دي، وسار وماديسون، وبيلعب بكلوزوفسكي وسون وريتشارلسون وماديسون طبعا. يعني الرباعي الهجومي ده عامل اداء قوي، وبيدرو بورو اللي يعتبر بيلعب كراس حربة تاني مع ريتشارلسون عاملين اداء قوي. يعني اللي بيفوتوا ماتشات توتنهام بيفوتوا متعه كبيره جدا، وانصحك ان انت تتفرج على المباريات بتاعتهم. قدروا ان هم يخلصوا المباراه دي بنتيجه 1-0، ولما تسمع النتيجه دي هتقول ان يعني المباراه كانت صعبه وتوتنهام يعني كسبوا بالعافيه، ولكن لا، توتنهام كان عامل ماتش قوي جدا وضيعوا فرص كتيره جدا. يعني ده في كره لريتشارلسون يعني شالها من نص الجون حرفيا، يعني الكره كانت داخله وهو اللي طلعها بره. توتنهام فريق قوي جدا ومش بعيد ان هو ياخد الدوري، ولكن هنتكلم على توتنهام بعد كده في المباريات اللي جايه لما بنشوفه بيلاعب مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، هنشوفه لما يلاعب الفرق دي، واكيد هنحكم عليه يعني بنظره عميقه اكتر من دلوقتي. نخش بقى على الديربي واخر مباراه معانا من فرق التوب 6، وهنتكلم عن طبعا مباراه ارسنال ومانشستر سيتي، واللي انتهت بنتيجه 1-0 للارسنال. مفاجاه كانت كبيره لبعض الناس، ولكن يعني ارسنال برضو من الفرق اللي بتقدم اداء كويس مع ميكيل ارتيتا في البريمير ليج لحد دلوقتي، وقدروا ان هم يكسروا رقم قياسي هيكون لمانشستر سيتي، اللي هو كان هيقدر ان هو يفوز عليه 14 مره في الدوري، يعني متتاليين 14 ماتش متتاليين لمانشستر سيتي. ما قدرش ارسنال اللي هو يفوز في اخر 13 مباراه ما بين مانشستر سيتي وارسنال، ولكن اخيرا لعيبه ارسنال قدرت ان هي تكسر العقده ويسجلوا الهدف ده ويطلعوا بالثلاث نقط امام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي. واللي يعني مباراه مش 3 نقط بس، لا دي مباراه ب3 نقط وصداره الجدول الترتيب بفرق جون او جونين لتوتنهام. وبرده معنويا لعيبه ارسنال كانت في ماتشات مانشستر سيتي تحس ان هم فاقدين الشغف، ومش يعني هم عارفين ان هم نازلين هيخسروا، ولكن كسروا العقده دي. وهي المباراه الجايه في الدور الثاني او ايا كان هتكون مباراه برده ممتعه ما بين الفريقين. مباراه كانت على ملعب ارسنال ملعب الامارات، وانتهت بنتيجه 1-0. مباراه كانت ممله بعكس التوقعات، كلنا عارفين ان المباراه دي بيكون فيها اهداف كتيره. الموسم اللي فات خلصت بنتيجه 3-1 في الدور الاول، والدور الثاني بنتيجه 4-0، ولكن مباراه كانت ممله. الاثنين مديرين فنيين بيب جوارديولا ومايكل ارتيتا الاثنين يعني اهم حاجه عندهم ان هو ما يستقبلش هدف، وبعدين بقى يبقى يفكر هيسجل هدف، هيخطف هدف، هيروح بهجمه مرتده ويخطف ضربه جزاء، اي حاجه، ولكن اهم حاجه ان هو ما يستقبلش هدف. وبالذات لعيبه ارسنال اللي هم اصلا لو استقبلوا هدف اللعيبه كلها هتريح وممكن
يعني تشتغل مع السيتي التاني في التالت في الرابع. ومايكل ارتيتا فعلا قدر ان هو يحافظ على النقطه دي ويحافظ على دفاعاته في الاربع تبديلات اللي هو نزلهم في الشوط الثاني. توماس بارتي وكاي هافرتس ومارتينيلي، هم دول الثلاث تبديلات نزلوا، هم الثلاثه اللي عملوا الاسيستات لبعض في الهدف. قدر ان مارتينيلي يسجل الهدف وارسنال يخطف المباراه ويطلع بالثلاث نقط. ولكن زي ما قلت لكم المباراه اهم من 3 نقط لارسنال، لا هي معنويا، وكمان انت داخل على توقف دولي وعندك مباراه قويه قدام تشيلسي بعد التوقف الدولي، فانت معنويا هتكون مرتاح شويه. وبرده اديك خلصت يعني ماتش من التوب من فرق التوب 6، فعندك بعد كده ماتشات اريح شويه، وبعدين عندك تشيلسي وانت لعبت ضد توتنهام، فهيكون فاضل لك ليفربول ومانشستر يونايتد. واظن ان هم لعبوا اصلا ضد مانشستر يونايتد، ولكن اكيد بتريح نفسك شويه بعد الفوز على مانشستر سيتي. والمباراه الجايه قدام تشيلسي اكيد هتكون مباراه صعبه، وزي ما قلت لكم تشيلسي برده بقاله 3 مباريات بيفوز، فمعنويا برده هيكون قوي. وانصحكم بعد التوقف الدولي ان شاء الله ان انتوا تتفرجوا على المباراه اللي هتكون قويه جدا ما بين ارسنال وتشيلسي. نخش بقى على جدول الترتيب واخر حاجه معانا النهارده في الفيديو. وفي الصداره طبعا توتنهام برصيد 20 نقطه، وفي المركز الثاني نفس عدد رصيد النقاط وهو ارسنال برضو 20 نقطه، ولكن زي ما قلت لكم توتنهام متفوق في عدد الاهداف. وعندك بعد كده في المركز الثالث السيتي ب 18 نقطه، المركز الرابع ليفربول ب 17 نقطه. يعني اول 4 يعني في تنافس كبير جدا ما بينهم، يعني ما بين الاول والرابع 3 نقط بس. فلو توتنهام او ارسنال حد فيهم اتعثر وليفربول ان هو قدر ان هو يفوز، فهيكون هو في صداره جدول الترتيب. وطبعا مانشستر سيتي برضو لسه مش بعيد، يعني فرق نقطتين بس. وفي المركز الخامس استون فيلا برصيد 16 نقطه، واللي برضو عاملين مباريات كويسه. وفي المركز السادس برايتون برضو برصيد 16 نقطه. يعني لو جينا نتكلم على اول 6 مراكز، فما بين الاول والسادس 4 نقط بس، ففي اثاره كبيره جدا. وعندنا توقف دولي واللي كلنا ما بنحبوش التوقف الدولي ده، ولكن ان شاء الله بعد رجوع البريمير ليج هنطلع تاني ونتكلم وهنشوف بقى الاحداث اللي حصلت في الاسبوع التاسع. وبس كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصلك اشعار على طول. ويعني يا ريت نوصل عدد الفيديوهات زي عدد اللايكات بالظبط، عشان زي ما قلت لكم نقدر ان احنا نوصل ل 500 سبسكرايبر قبل نهايه السنه. ويعني سايب لك كل حساباتي في الديسكريبشن، الانستجرام والتيك توك، انزل اعمل لي فولو في الاثنين. وبننزل برده فيديوهات على التيك توك فلاتر وحاجات زي كده، فايتك حاجات كتير على الانستجرام والتيك توك. انزل اعمل لي فولو واقابلكم الفيديو الجاي. سلام. والله اليوتيوب وحشني يا جدع، انا كنت بقالي فتره كده مش عارف. يلا الحمد لله.